أنا اسمي نوال أديب، طبعا عارفيني، وده ما أسنانيش إن أنا ونبيل طبعا نحن نقوم بزيارات قبل أو بعد الاجتماع. كانت رسالتي محددة من بعد ما اتجددت على طول. كانت خدمتي في مدارس الأحد، موهبتي اللي ادهاني ربنا هي التدبير. ده كان إكرام كبير كبير كبير. أرجع الفضل قبل ما أتجوز لأمي. وخلينا أقول بكل أسف وبكل أسى إن بقى في شباب بطعم الشيخوخة. الموبايل اللي معانا ده سبب دمار. أهم حاجة في الموضوع ده علاقتي بربنا. طنط نوال، نعم. طبعا اسم ليه معاني كتيرة جدا، ودايما أنا أقول على الاسم ده اللي هو الدلع بتاعك دبورة، المجتهدة في كل نواحي حياتك، ومثال يحتذى بيه عبر السنين من ساعة ما عرفنا حضرتك، ومثال زي ما هو ثابت في مضمونه، لكن كل يوم بيزيد غلاوة لأنه نموذج بيمجد الرب. خلينا قبل ما نبدأ ونحكي في تفاصيل تهم جدا الشباب عن هذا النموذج، خلينا تعرفينا عن نفسك أكتر للفئة الصغيرة اللي ممكن تكون مش عارفاكي. أنا أحب أبدأ حديثي أشكر الله اللي أحسن إلي إلى هذه اللحظة وأبقاني في الحياة إلى هذه اللحظة. أنا اسمي نوال أديب، طبعا عارفيني. مواليد 29/7/41، يعني 83 سنة. ربنا يديك الصحة. شكرا. اتجددت وأنا عمري 19 سنة، 15 مايو سنة 60، وجوزت 29/7/65. انت حافظ التواريخ طبعا. عندي 3 أبناء و4 أحفاد و4 أبناء أحفاد. يا جيل الرابع يعني. فبشكر ربنا. كانت رسالتي محددة من بعد ما اتجددت على طول. كانت خدمتي في مدارس الأحد في كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية. أبا كنا ساعتها في مصر الجديدة. ولما اتجوزت طبعا رحت على مغاغنة سنة 65. الرب ثقل عليا إن أنا أو موهبتي اللي ادهاني ربنا هي التدبير. بكل شرف بقول إن أنا قمت بالإنجاز اللي أنا كلفني بيه ربنا ده عن نفسي وعن بيتي. بالنسبة لشغلي، أنا كنت في توجيه التربية الاجتماعية وطلعت على المعاش مبكر سنة 97. كنت بوظيفة موجه أول تربية اجتماعية. كنت في سمالوت ساعتها، كنت بسافر كل يوم. طبعا بالنسبة لحياتنا في مغاغة، احنا بعد ما اتجوزنا قعدنا 8 سنين في منشية فوزية. فكانت بعيدة عن الجمعية جدا، لكن كانوا هاني وهايدي كانوا أطفال صغيرين. كنت حريصة دايما نحن نحضر الاجتماعات. طبعا كانت حد وثلاث وخميس وزيادات. وده ما أسنانيش إن أنا ونبيل طبعا نحن نقوم بزيارات قبل أو بعد الاجتماع. كل مرة تنزلوا تزوروا الناس اللي عايزين تزوروها. أيوة. ونطلع على الاجتماع ونشتري طلباتنا واحنا راجعين ونجر العربية الصغيرة نروح على منشية فوزية. الناس اللي مش عارفة انه الجمعية المكان اللي كنتوا بتحضروا فيه بعيد جدا جدا عن منشية فوزية، المكان اللي انتوا ساكنين فيه يعني. لغاية ما الرب أكرمنا بالسكن اللي احنا كنا فيه ده من سنة 73. يعني 51 سنة احنا في الشقة اللي اتهدت. فكان برضو اختيار ربنا، كان بمعجزة يعني ان احنا نتواجد يلاقي لنا شقة بالمواصفات الجميلة دي في الموقع الجميل ده اللي قريب من الجمعية. ده كان إكرام كبير كبير كبير. سهل عليكم حاجات كتيرة خالص. طبعا طبعا. انت قلتي عندك 3 أولاد و4 أحفاد،
وكام 4. أبناء أحفاد؟ 4. 4. العيلة كلها على بعضيها كام؟ احسب بقى. 4 و4 8 و3 11. مم. 11 طبعا أكيد حافظة أساميهم. طبعا. هاني، هايدي، مودي، أيوه. دولت الأولاد. أيوه. الأحفاد كارين، مهم. أندرو، دول ولاد هايدي. مهم. مايكل وميرنا ولاد هاني. مهم. أولاد الأحفاد بقى، مهم. كارين بنت هايدي عندها أوليفيا مهم. 12 سنة، دخلت أولى إعدادي السنة دي. وكرولوس أو كوكو يعني دخل كي جي 1 مهم. 6 سنين. بالنسبة لهاني ابنه مايكل جاب 100 4 سنين. مهم. وليام شهور. مهم. مم. رب يحفظهم. آمين. يعني انا قاصد من السؤال ده والسؤال اللي قبله ان انت حافظه التواريخ كويس جدا جدا، رغم ان انت يعني انجاز التعبير ما اتكسفتيش تقولي عمرك قد ايه، 83 سنه، وده بالنسبه لنا فخر كبير جدا شكرا. وبنستلهم منه قصص. حاجه تانية، انت حافظه اسماء الاولاد والاحفاد واولاد الاحفاد والعيله الكبيره المشرفه اللي في مصر وبره مصر ليها تأثير حلو جدا. خليني قبل ما ارجع الحتة دي تاني هسألك سؤال مهم جدا جدا، لأنه وراء كل شخصية عظيمة نموذج انت بتقتدي بيه، ونموذج بالنسبة لك ملهم ومؤثر. مين النموذج اللي انت طول الوقت بص عليه وبتتعلمي منه التدبير وبتتعلمي منه الاجتهاد والإدارة؟ بصراحة انت مديرة شاطرة يعني. طبعا أولا وأخيرا الرب، مهم. وطبعا الغالي نبيل مهم. كان هو المشجع ليا، ساند ليا، مهم. شريك ليا. يعني كان بيشجعني في الخدمة جدا جدا. مهم. ياما نزلت زيارات مع الأخ عادل عبد الملاك، افتقدنا المغاغة كلها. مهم. والأسيس اللي بقى أسيس دلوقتي جرجس كامل برضه، مهم. كنت بنزل ونطلع سادس دور يعني أشكر ربنا كان بيديني قوة. ونبيل نفس الحكاية، مهم. كان بكل نشاط لما كان بيسافر في الصعيد مع اللي يجمع تبرعات عشان مباني الجمعية وكده. فإحنا الاتنين كنا بنشجع بعض صراحة. هل هو بالنسبة لك النموذج اللي كنت بتتأثري بيه في حياته، طبعا. ولا في حد تاني كان بالنسبة لك داعم وساند ونموذج؟ طبعا ربنا ده هو النموذج الأمثل اللي يحتذى بيه، لكن كان في حد له دور في حياتك انك توصلي للشخصية ديت؟ يعني اللي ما يعرفش نوال أديب اسم على مسمى، يعني اسم كده غالي ينفع الناس تتعلم منه وتتعلم من اجتهاده وتتعلم من المصابرة فيه، وحاجات تانية كتير هنحكي عنها كمان شوية. هو أنا أرجع الفضل قبل ما أتجوز لأمي. أها. ماما كانت من النوع المحبة المشجعة أها. اللي تسأل على الغيب. أيوة. كانت هي نموذج قدامي لغاية ما جيت مغاغة سنة 65. أها. كانت لما بتيجي تزورني قبل ما تروح السما سنة 77، كانت لا تتوانى إنها تنزل معانا الاجتماعات أها. وتطلع معانا الزيارات رابع دور، وتطلع وتنزل ونرنم مع بعض ونصلي في البيت اللي بنروح. أها. كانت مشجعة ليا فعلا كبداية. أها. وبعد كده ما جيت مغاغة. يعني انت اتعلمت منها العطاء وتعلمت منها التدبير وتعلمت منها الاجتهاد، وجي الراحل الوالد عمو نبيل كمل الدور دوت بان هو كان مجتهد، فكان داعم ليكي وبيشجعك. بالظبط. يعني حاجات كتيرة جدا مع الزمن اعتقد عينيك شافتها، انه فقدنا الحاجات الحلوة ديت، فقدنا الزيارات وفقدنا الاهتمام وفقدنا التواصل وفقدنا العطاء اللي من غير شرط. وخلينا أقول بكل أسف وبكل أسى إن بقى في شباب بطعم الشيخوخة، يعني تحس كده إن هم عجزوا قبل أوانهم، زي ما في شيوخ بطعم الشباب. وده عنوان الحلقة بتاعتنا، إنه في شيوخ لسه شباب. فطنط نوال اللي أنا عارفها السنة دي هي اللي عارفها من 30 سنة أو أكتر من ساعة ما عرفتها. نفس القلب ونفس الحب، نفس العطاء، نفس الدقابة، قلبها بيتحرك ناحية أي حد بكل الطرق. ايه اللي خلى الشباب دلوقتي بقى بطعم الشيخوخة؟ أنا عايزة أقول للشباب افتكر دايما إن الرب بيشتغل فينا. أها. مهما صغرنا أو كبرنا الرب بيشتغل فينا أها. لغاية ما نكون شبهه. فاكرم ربنا في شبابك يا ابني،
ويا بنتي ويا أختي ويا أخويا. الوقت مجيء الرب قرب بقى ثواني أها. مش دقايق، فعلينا إن احنا ما نكسلش. انت أخدت النعمة وأخدت الخلاص، ما تبخلش إنك تعيش حياة تمجد الله في مجده وتمجده وتشهد عنه. وده ما يجيش غير إنك تكون قريب من الكلمة أها. وركبك ساجدة. حلو، دوت يعني ده اللي المفروض يعملوه، لكن قبل ما المفروض يعملوا كده او الطبيعي يعملوا كده، يعني انت بتقولي الكلام ده وكأني شايف ان ده طبيعي ان انا اعمل كده، ان أيوة. انا اكرم ربنا في الوقت، والوقت قليل واللي جاي مش زي اللي راح. لكن ايه اللي بيخليه ما بيعملش كده؟ يعني ايه اللي بيخليه عنده حالة من الخمول والتكاسل واللامبالاة؟ ايه اللي وصل الشباب الصغير اللي يعني انجاز التعبير ما عداش الثلاثينات والاربعينات ما عندوش الطاقه ديت ليه؟ عايزة أقول حاجة، من الموبايل اللي معانا ده اها. سبب دمار اها. دمار دمار. يعني بيسرق الوقت من الشباب اها. بطريقة رهيبة. اها. عشان كده بقول لهم يعني اقفل شوية علاقتك بالفيسبوك. اها. حتى وإن كان مهم إنك تعرف أخبار حبايبك وصحابك وترد عليهم، لكن فرمل نفسك شوية. اها. خلي الرب ليه مكانة في حياتك. يعني ساعات كتير اليوم بيعدي في مشغوليات، في اهتمامات، لكن بننسى واجبنا إن احنا نخطف النفوس البعيدة عن الرب. يا. محتاجة حد ينتشلهم من إيد إبليس، اها. لأن هو شغال من نار في الأيام دي، اها. وللأسف بينجح. اها. امثالي بينجح مش بس لان هو بياخد ناس، لانه احنا كمان مش بنقوم بدورنا. متاون. احنا شايفين الدور او لا نبالي او مركزين في واحده من الحاجات زي الموبايل، فده مخلينا مش عارفين نركز للحاجات اللي تهم ربنا، بالظبط. فبيضيع الدور بتاعنا. ايه تاني غير الفيسبوك او الموبايل بشكل عام يخلي الشاب مش قادر يعيش الهدف اللي المفروض يعيشه؟ يعني يا طنط انت، انا خليني اعيد الرقم لان ده مهم بالنسبة لنا، 83 سنة لكن لحد النهاردة في حاجات ثوابت في حياتك: علاقتك بربنا، وقت الصلاة، سؤالك على الغير، اهتمامك باللي حواليكي. يعني انجاز التعبير لو انت ما عملتيش كده محدش هيلومك، لكن انت لحد النهاردة بتعملي كده عن كسب وبتعملي كده بحب ومن غير شروط. ايه اللي يخلي الشباب ما بيعملش كده؟ برضه يعني أهم حاجة في الموضوع ده علاقتي بربنا. اها. لو أكون أنا في حضوره وفي محضره اها. وقريب منه، مش هيكون ده وضعي. اها. أكيد هيشغلني أخويا وأختي اللي مجوش، واللي تعبانين واللي عيانين واللي محتاجين واللي يأسانين، كل دول هيكونوا في ذهني. فكرة ان انا بركز على نفسي. أيوه، اها. أركز على نفسي ومش هاممني اللي حواليا، اها. أو بدرجة مش صحيحة. اها. يعني فكرة الشيخوخة ديت انا بعتبرها ان العمر مجرد رقم عند اللي شايف هدفه، واللي شايف هدفه التعدي بيه السنين وتعدي بيه الايام وهو هدفه ثابت. ليه هدفه ثابت؟ يعني ليه الهدف ثابت؟ ليه الهدف مش بيغيب مع السنين وان السنين مجرد رقم؟ يعني نظروا على يسوع فقط. اها. شافوا يسوع قدامهم. فقط هو النموذج الأعلى والأوحد. اها. كان بيقضي الليل كله اها. قبل ما يختار تلاميذه، قبل ما يعمل معجزة كذا، قبل كده كان في كل في قراراته كل الحسام. قراراته اها. بيبدأها بالصلاة. يبقى انت قلتي 3 حاجات مهمة: انه مرات الموبايل بيكون سبب ومعطل، مرات تركيزي على نفسي ينسيني اخواتي اللي حواليا اللي المفروض اهتم بيهم وانتشلهم، كمان ان انا ما عنديش نموذج يسوع المسيح اللي يخليني مش شايف هو كان بيعمل ايه، فانا ما عنديش حاجة اعملها بالظبط. مهمة. هل في حاجة تانية؟ هل في حاجة تانية خاصة بالشباب دمرت اهدافهم وبقى عندهم لا هدف ولا رؤية؟ عايزة أقول الأنشطة الكتيرة والاهتمامات بالحاجات الاجتماعية وكده يعني، وبنهمل الكلمة وبنهمل ارتباطنا ببعض وبالرب. دي أها. بتأثر يعني.
خلي في أولويات، مهم. 1 2 3. اولويات. يعني مش ما يبقى في اجتماع مثلا فرعي، ما يبقاش أهم حاجة إن أنا، وإن كان ده كويس يعني نسأل على بعض ونزور بعض ونفتقد بعض ونهادي بعض ونجامل بعض، مهم. ده ما يبقاش نمرة 1، ده يبقى مهم. نمرة 2. مهم. ترتيب الاولويات أيوه دي حاجة في غاية الأهمية، إن مرات الأولويات بتترتب حسب ما أنا عايزه، بالظبط. مش زي ما ربنا عايز عايز مني أنا إيه، أو حسب ظروف المكان اللي أنا بخدم فيه. طيب إيه الرسالة الأغلى اللي لو قدامك شباب ما عندهمش هدف، ما عندهمش رؤية، ما عندهمش أولوية، حياتهم ضايعة نهار ليل وليل نهار، وفيسبوك وأنشطة وخدمة ممكن ما تكونش ربنا عايزها أصلا، الرسالة اللي تقولي لهم اعملوا كذا وما تعملوش كذا؟ الزق في الرب اها واشبع بالكتاب اها وصلي كتير. اها دي أهم نصايح عملية تشدد وتنتشل من الركود اللي احنا فيه اها الشباب. في طاقات كتير، في عقليات جبارة، في إمكانيات رهيبة، اها بس مش مستغلة. يعني أقدر أقول بيحاول عدو الخير إن هو يخطف الحاجات دي لمصلحته، اها بس الشطارة بقى إن أنت تكون صاحي. اصحى اصحى واكرم الرب في شبابك، الأيام اللي مش بتتعوض، اها اذكر خالقك في في أيام شباب، في ايام شبابك، يعني قبل ما السنين السنين تعدي، واللي اللي كنت تقدر تعمله مش هتقدر. في حاجات مش هتقدر تعملها. بالظبط. لو رجع بيك الزمن، ايه اللي ما كنتيش تحب تعمليه، وايه الحاجات اللي كنت ممكن تقولي لو رجع بيا زمن هعملها تاني؟ ده سؤال بره المنهج. أيوه. يعني الحاجات اللي أتمنى إنها تكون معايا أو ترجع تاني، نفس حياتي اللي خدمت بيها الرب. يا سلام، ده معناه ان انت راضية تماما عن اللي انت عملتيه مع طبعا ربنا. طبعا. يعني كان بيتنا كان لولاد الرب، ما مهم. كانش ده حقيقي. يعني. فكان الرب بيديني جهد غير عادي. يعني أنا مهم. أسافر وأروح شغلي، أو قبل ما أسافر وأروح شغلي أنزل الأطفال للحضانة، أو مهم. الصغير خالص أخده معايا، أو وأرجع من في موال الغداء وموال تجهيز للنزول. يعني مهم. كنت نحلة. فكان ده معونة الرب، ما أقدرش أقول إن أنا كشخصية يعني جبارة. مهم. لا ربنا قادر يدي طاقة لأي حد طبعا طبعا. بيسلم نفسه ليه. بالظبط مهم. بالظبط. ده ويزيد من جهده تمام. يعني ده لو رجع بيك الزمن هتعملي كل اللي انت بتعمليه. وأكتر. في حاجة لو رجع بيك الزمن تعدليها؟ كان نفسي أكون أنشط من كده. يا سلام. أخدم ربنا أكتر من كده. انا متهيألي انت كده بتعملي احباط اللي هيسمعك، وخصوصا اللي عارفك. يعني اللي عارفك واللي عاش معاكي سنين العمر ديت، انت بتقولي له انك تكوني انشط من كده، ده احباط لا كبير. مش إحباط ولا حاجة، لا يصعب على الرب شيء. إن سلمت نفسك قدامه وقلت له يا رب استخدمني، أنا مش عارف، أنا مش قادر، أنا مش شايف قدامي إيه اللي أقدر أعمله، هو هيكمل معاه، هو هيديله الرؤية والمسيرة. سؤال كده مني، انا عارف ان انا غالي عندك فهتجاوبيني يعني. ايه اللي يخليكي تدي كل هذا العطاء، وانا متأكد مليار في المية ان انت مش مستنية مقابل؟ يعني انت بتدي حب وقلب وماديات، وبتدي ربنا اكتر ما انت بتهتمي بتفاصيل حياتك. ايه اللي يخليكي يعني فين القيمة في الموضوع دوت انك تعملي ده؟ يعني دايما عندنا في الصعيد الواحد يدي علشان حد اداله، او علشان يستنى حد يديله، لكن انت بتدي وانت عارفة ان مفيش حد هيديك دوت، او مش مستنية حاجة من حد. يعني ازاي عرفت تعيش الحياة ديت مع ان في مجتمعنا هات وخد؟ إكرام الرب لينا مهم. كان عجيب. يعني إزاي إحنا في المشغولات اللي كنا فيها دي، وإزاي العيال طلعت وتربت ودرست اتجوزت، إزاي إحنا ما كانش عندنا إمكانيات مادية خالص. يا سلام. يعني مهم. كان نبيل يقول لي أنا بستعجب إزاي ربنا أكرمنا في جواز هايدي وجواز هاني. فإكرام الرب عجيب.
هو ده الدفعة اللي بتكمل معانا. يعني انت بتقولي ان على قد ما ربنا اكرمنا فانت أيوة. بتدي كل الحب ده بالظبط. نتيجة ومديونية اكرام الرب ليكم. طبعا. دي حاجة غالية جدا، انا اول مرة اسمعها رغم ان انا عارفك من زمان وعارف حياتك معانا كشباب. نموذج ملهم، لكن ما كنتش اعرف ان انت بتعملي ده نتيجة اكرام الرب ليكم كبيت في الحياة الخاصة. كلمة تأثير تيجي منين؟ يعني لما يقول لك الشخص ده مؤثر، الشخص ده نموذج، الشخص ده قدوة، تعدي السنين عليه وهو ثابت، يكبر ويوصل لل80 وأكبر من ال80 ولسه هو مضمون حياته مؤثرة. يعني أنا عايز أقول الراحل الفاضل عمو نبيل رحل عنا بالجسد، لكن تأثيره وحياته لسه مؤثرة. كتاباته، خدمته اللي كنت بتكلمي عنها، تأثيره في الدوائر القريبة والبعيدة. كلمة التأثير دي بتيجي منين؟ من اتساقك بالرب يا ابني. أها. ما فيش سند لينا ولا عضد لينا غير مش الرب. إمكانيات يعني. لا طبعا، هو أها. بيستغل حتى ضعفنا، أها. حتى ضعفنا وجهلنا بيستغله. هو ليه أسلوبه، أها. هو عجيب وحلو. عشان يطلع منها بالظبط. أنية نافعة للكرامة. بالظبط. أنا متهيألي الحوار البسيط دوت اللي أي شاب بيسمعه يعرف إنه فعلا العمر مجرد رقم، واللي بيتكتب في البطاقة دوت ده مجرد تاريخ، لكن تفاصيل العمر وتأثير العمر أكبر بكتير. يعني زي ما بيقولوا كده إن السيرة والتأثير أكبر من المسيرة، إن مرات السنين بتتقاس بمدى تأثيرها. رسالة أخيرة لكل شاب بعيد عن ربنا، لكل شاب عايش حياته بالطول والعرض وفاكر ان قيمته في اللي بيعمله او قيمته في الحاجات اللي بتبسطه، ايه الرسالة اللي ممكن توجهها له؟ أقول له الحق، الحق واجري عليه وخليه يشتغل فيك، خليه اقبله، افتح قلبك ليه. يعني حوالينا شباب بيموتوا كميات، شباب بدون مقدمات، حوادث ومن غير حوادث. العمر مش مضمون، ما تقولش ان انا شاب صغير، العمر قدامي طويل. لا، اخطف نفسك من ايد ابليس اللي محاصرك واللي واخدك وعامي عينيك عن يسوع. يعني مع ان احنا بنتكلم عن طعم الشباب او شيخوخة بطعم الشباب، لكن الحياة مش مضمونة، الحياة مش في ايدينا. لو في ايدينا نعرف نديرها زي ما احنا عايزين، لكن الحياة في ايد ربنا، فلما بسلمها له انا بستودع حياتي وشبابي. يا طنط انت نور على عنوان المنصة بتاعتنا، انت نور وحقيقي مؤثرة، وانا بعتبر انه كل يوم كنت انت بتحاولي تحافظي على النور ده عشان يفضل بينور ويفضل مؤثر ويفضل سبب بركة لناس كتيرة، مش بس اللي عارفينك لكن كمان اللي هيسمعوك في صفحات نور. صلاتك لينا كشباب نستلهم منك ومن أمثالك ازاي نعيش العمر كله نكرم بيه ربنا ونعيش لمجده. امين. ربنا يباركك يا رب. يبارك حبيبي، شكرا. رب يبارك.